هاد اللوحة اللي قدامكم سميتها الرجل المعدد، مشهورة بزاف. اللي خلاها تشهر هو هاد روبنسون. كانت مات الجدة ديالو ومشى لدارها وجمع بزاف الأغراض الخاصين بها، داهم معاه للدار باش يتفكرها، منهم هاد اللوحة. وهادي مشى علقها في واحد البلاصة في الدار، ولكن من هنا اللي علقها حدث أحداث غريبة معاه. منهم اللي كيكون ناعس كيسمع خطوات نتا الأقدام والصراخ نتاع شي راجل. كينوض يفتش في الدار، البيبان مسدودين والسراج مغلوقين، ولكن من جهة الأصوات الله أعلم. في الأخير شك في هذيك اللوحة. واحد الليلة بات عساس على هذيك اللوحة، منعش بقى حاضيها أونفاس وما صرا والو هذيك الليلة. تما اكتشف اللوحة هي أسباب الظواهر الغريبة. مشى يفتش على شكون اللي رسمها، لقاه رسمها واحد مضطرب نفسيا، خلط الدم ديالو بالصباغة ورسمها. يمكن كان الأسلوب ديالو لطلب النجدة، ولكن الرسام اللي كملها انتحر. دابا هاد اللوحة راه معلقة في واحد المتحف. شنو بان لكم في القصة؟